البس وتعالى قابلني دلوقتي حالا، احنا مطلوبين في امن الدولة. دي كانت الجملة الوحيدة اللي قالها احمد فهمي لهشام ماجد بعد ما اتفاجئ بعسكري جاي ياخده من بيته. ولما بيوصلوا هناك بيعرفوا ان هم مطلوبين بسبب فيلم عملوه اسمه رجال لا تعرف المستحيل. الفيلم ده لو هنختصره في جملة واحدة فهو كان عبارة عن تريقة على فيلم الطريق الى ايلات، ودي طبعا كارثة، احنا هنا بنقدس الافلام اللي زي دي. المهم كل واحد في اوضة لوحده مع الملف بتاعه وكل شوية تحقيق شكل، وهم في الاول والاخر كانوا يقصدوا شوية هزار مش اكتر. المهم بعد 4 ساعات تحقيق لما اتأكدوا انهم مش خطر خالص وانهم مجرد شباب بتسعى عشان حلمها، سابوهم بس بشروط انهم ما يعملوش افلام تاني ابدا، وان فيلم رجال لا تعرف المستحيل ده لازم يتشال من السوق نهائي. طبعا حاجة زي كده كانت شبه مستحيلة، لان وقتها كان اي حد بيشتري كمبيوتر جديد كان بينزل معاه شوية افلام من ضمنهم الفيلم ده، فحاجة زي كده هتمنعها ازاي؟ المهم قالك ما بدهاش، ونزلوا يلفوا على محلات الكمبيوتر محل محل يقولوا للناس محدش ينزل الفيلم ده لان امن الدولة طلبتنا بسببه. التجار بقوا يسمعوا الكلام ده من هنا وينشروا الفيلم اكتر من هنا. ساعتها من رعبهم فضلوا مختفيين 1.5 سنة كاملة، لكن بعدها كان القرار احنا هنمثل واللي يحصل يحصل، وفعلا بيرجعوا مرة تانية بس المرة دي على الشاشة الكبيرة. بس دي ما كانتش البداية. هشام كان متفوق قوي من صغره، مجموعه في الثانوية العامة كان كبير يدخله اي كلية هو عايزها، لكن لما لقى اكترية صحابه عايزين يروحوا كلية هندسة فقرر يروح معاهم، مع انه ولا كان بيحبها ولا حتى عايز يشتغل فيها. واكتر حاجه كانت مشجعاه على موضوع هندسه ده ان هشام كان عنده صاحب بيلعب معاه كوره في فريق في نادي الصيد اسمه احمد فهمي، وبالصدفه طلع هو كمان معاه في الكليه، فالموضوع كان مشجع قوي، نخلص الكليه الصبح سوا وبعدها نطلع التمرين سوا. طبعا على ايامهم الخروجات كلها كانت بتبقى يا اما في النادي يا اما في القهوه، وكانت بتبقى متقسمه شلل. المهم ان هشام وشلته كانوا يعرفوا شله تانية كده شكلا بس، لكن عمرهم ما اتكلموا. الشله دي بقى كان فيها واحد رزل، هشام كان يطيق العمى ولا يطيقوش. الشخص ده كان اسمه هشام محمد، واسم الشهرة شيكو. لكن سخرية القدر بقى ان هشام بيلاقي شيكو السخيف ده معاه في الكلية، لا وكمان الظروف اجبرتهم انهم يتعاملوا مع بعض. لكن المفاجأة ان هشام بعد شوية وقت بيلاقي ان شيكو من اظرف الاشخاص اللي ممكن تتعامل معاهم. المهم بعد ما بيتعرفوا على بعض وفي نص ما هم بيدردشوا سوا، سأل هشام شيكو مين اكتر ممثل بتحب تتفرج عليه، والسؤال ده كان سببه طبعا ان هشام عنده موهبة على جنب كده في التأليف والكتابة. المهم رد عليه شيكو وقال له سمير غانم، وده كان السبب الوحيد اللي خلى هشام يعرف شيكو على احمد فهمي، وده طبعا لانه بيعشق سمير غانم. وفي حب سمير غانم بيتجمع الثلاثي فهمي وهشام وشيكو، وبيكتشفوا ان فيهم كتير جدا من بعض، بيحبوا التمثيل وبيعرفوا يكتبوا، وكمان كانوا بيحبوا يعملوا في اصحابهم الاشتغالات اللطيفه بتاعت زمان دي من كتر ما بيحبوا التأليف. كانوا بيعملوا كل حاجه باتقان لدرجه ان عمرهم ما اتقفشوا انهم بيحوروا، ولما لقوا اصحابهم بيصدقوا اللي بيعملوه كل مره قالك هيحصل ايه يعني لو اللي بنعمله في اصحابنا ده قلبناه افلام وصورناها. وفعلا كتبوا سكريبت على خفيف كده وصوروه بكاميرا فيديو قديمه بتاعت واحد صاحبهم، وبعدها قرروا يفاجئوا اصحابهم وعرضوا لهم الفيلم علشان يشوفوا رد فعلهم. ومع ان جوده الفيديو كانت سيئه جدا، لكن اتفاجئوا ان اصحابهم ما بطلوش ضحك. كمان وقتها ما كانش لسه جت فكره ان اي حد ممكن يمسك موبايل ويصور نفسه ويعمل فيلم، بس هم تفكيرهم كان سابق عصرهم. وفيلم في التاني وكل واحد متطور عن اللي قبله لغايه ما بيعملوا فيلم رجال لا تعرف المستحيل، اللي كان سبب انتشارهم الكبير، واللي برضه كان سبب انهم يبقوا النجوم هشام وفهمي وشيكو. قصة الثلاثي بتقول لنا إن الظروف الكاملة اللي أنت مستنيها عشان تبدأ أي حاجة عمرها ما هتيجي، لازم تبدأ وتشتغل عشان تغلط وتتعلم، كل ده لازم يحصل عشان نظرية التطور تتحقق، وافتكر دايما إن أي خطوة بتاخدها دي في حد ذاتها نجاح.